السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. في لقاء يعني قبل الحلقة وأنا أعد لهذه الحلقة كان عندي تواصل مع بعض الأخوات، وهذا عادة بيحصل يعني لأنه حتى نناقش من واقع مشاكلنا. في إحدى الأخوات تقول لي: يا دكتورة، يعني أنا أشعر أن أنا لم أفلح في تربيتي لأبناء، وأشعر يعني بعدم الرضا وأشياء يعني تشعر بالذنب يعني. فناقشنا طيب كيف نفلح نحن في تربيتنا لأبنائنا؟ ما هي الطرق حتى أن أكون أفلحت في هذا الأمر؟ أولا نأتي ما هو معنى الفلاح؟ يعني الفلاح هو بمعنى جاء في اللغة العربية بمعنى النجاح والتفوق، ونجد أن في كثير من الآيات ذكر الفلاح ولم يذكر النجاح. في سورة قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، في سورة الشمس وغيرها من والعديد من الآيات. فيأتي معنى الفلاح ومعنى هو النجاح. أنا كيف أكون نجحت في تربية أبنائي، وعكسه الطلاح وأعوذ بالله منه. فكيف نفلح نحن في تربيتنا لأبنائنا؟ والفلاح بمعنى إنه سعادة الدارين، بمعنى أنا ربيت تربية صحيحة وحققت هذا النجاح. ولو نحن نعلم تماما يعني إنه النجاح بيد الله والتوفيق بيد الله، وما توفيق إلا بالله، لكن نحن نأخذ بالأسباب. أخذت كل الأسباب واستنفذت كل طاقتي وتوكلت وكل الأمور. فهذا هو الفلاح اللي من خلاله ربي يعني يجعلنا أن أكون سعيدة مع أبنائنا، وحققت هذه السعادة، وبالتالي كذلك السعادة في الآخرة اللي هي نحن فلاح بمعنى حققت السعادة في الدارين. وبهذه الطريقة نستطيع أن تكون عندنا ما هي الآليات، ما هي الوسائل، ما هي خطوات أن تجعلني أنا أشعر بهذا الرضا، تجعلني أشعر بأن أنا عملت كل شيء، يعني خلاص يعني زي ما نجد أنه في قصص الأنبياء أنه سيدنا نوح عليه السلام أخذ بكل الأسباب، دعا ابنه يعني في النهاية يعني هو رفض وسبحان الله وهكذا. فبالتالي نحن نبدأ بالخطوات أولاً حتى لا نشعر بهذا الذنب، حتى لا نشعر بتأنيب الضمير وجلد الذات. نبدأ أولاً يعني نبدأ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء، اللهم عنا على تربية أبنائنا. وكما ذكرت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، فكثرة الدعاء اللي نحن نسأل الله سبحانه وتعالى حتى نفلح في تربيتنا لأبنائنا، نكثر من هذا الدعاء. ودائما يعني مهما نحن اجتهدنا دائما يعني لابد أن نكون عندنا قاعدة أساسية إنه ما توفيقنا إلا بالله سبحانه وتعالى. كثرة الدعاء في كل لحظة، إن إحنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيني في تربية أبنائي، والدعاء هو عبادة. فالله سبحانه وتعالى يعني يقول إنه إذا سألك عبادة عني فإنه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى قادر إنه سبحان الله يعني يصلح لنا أبنائنا. فبالتالي هذه واحدة من الخطوات الهامة والرئيسية. النقطة الثانية اللي هي الحرص على الطاعات والفرائض، فيبدأ من وقت مبكر، من سن مبكر كما ذكرنا في جانب هي التربية من منهج اللي هو منهج السنة، ذكرناه في الحلقات السابقة، حتى لا أصيب بهذا الإحباط، حتى لا أصيب بهذه الحسرة والندامة، أن أنا أكون أشعر أنه أنا لم أفلح في تربية أبناء. فيبدأ أنه لابد أن أنا أبدأ من سن مبكر مع أبنائي في حرصهم على الصلوات، على الطاعات، قرص القيم والأخلاق الحميدة، أنه إحنا نهتم بهذا الجانب، وليس يعني فقط يكون تركيزنا في الجانب الأكاديمي والجانب الدراسة. وهذه من الأشياء اللي تأتينا كل عادة في الاستشارات. يعني تقول واحدة من الأمهات تقول أنا ما عندي وقت حتى أوجه أبنائي. طيب قلت لها أنت يعني طيب مشغولة بإيه يعني؟ فهي بتحكي إنه تقول الابن يأتي في يمكن بعد الظهر، يعني نقول في نهاية الدوام، يأتي متأخر من المدرسة وواجبات ونكون مشغولين
يعني كل ملحقات الجانب الدراسي، وطبعًا إحنا الكل يعلم الآن في وقتنا في هذا الزمان أصبح العبء الأكبر على أولياء الأمور، يعني الدراسة، المدرسة، الطالب، إذا الأم والأهل يعني ما يكونوا هم يعني مجتهدين مع الابن بيتأثّر في التحصيل الدراسي، وطبعًا الضعف في التحصيل الدراسي بيأثّر في أشياء أخرى. بما إنه تقول أنا ما عندي وقت حتى أنا أجلس مع ابني، أنت خلاص أنتِ استغلّي الوقت وقت المذاكرة، وأنتِ تساعديه في المذاكرة، خلّي الابن يعتمد على نفسه أولًا كمبدأ، الاعتماد على النفس حتى لا تشعري إنه لازم أنا أقوم بكل شيء، وهذا مفهوم خاطئ. يعني للأسف كثير من طريقتنا في تربيتنا لأبنائنا نحن نتحمّل كل شيء، ما أشركنا الأبناء، وبالتالي أصبحوا الأبناء يعني اتكاليين على كل يعني حتى حل الواجبات الطفل أصبح يعتمد على والده، وهذه طريقة خاطئة، لأن هذه الأشياء اللي تشعرنا بالذنب، هذه الأشياء اللي تشعرنا بعدم رضا، ونحن يعني ما يعني غير راضين لأن إحنا نشعر دايمًا بالتقصير، فهذه الطريقة، هذه الوسائل والمفاهيم الخاطئة نحتاج إن إحنا نعالجها في أنفسنا، نحتاج نتخلص منها، حتى يكون لي الوقت والطاقة، يعني التربية تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى صبر، تحتاج لكثير من هذه الوسائل والمهارات اللي تعينني في تربيتي لأبنائي. ف في ف فمن ضمن اللي هي كمّلت الاستشارة أقول له يعني استفيدي من الوقت اللي تكون أنتِ موجودة، أسأل ابنِك كيف كان يومك، ماذا فعلت في المدرسة، ما هي المشاكل اللي واجهتِك، لأنه من خلالها أستطيع أن أنا أحقق هذا النجاح اللي هو الفلاح اللي إحنا ذكرناه. إذا كان الابن واجهته مشكلة ممكن يقول لِك اليوم يا ماما حصل كذا، كذا، طيب أنت كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ فبالتالي أنا بطريقة غير مباشرة استطعت أن أحل مشكلة، وكان عندي وقت للتواصل مع ابني، وهذه من الأشياء الهامة جدًا في التربية، مسألة عملية اللي هي التواصل والحوار اللي هي خلق العلاقة بيننا وبين أبنائنا. نقطة أخرى كذلك اللي تشعرنا بإنه نكون ضمن الوسائل الداعمة في الفلاح أو في إحنا كيف نفلح في تربيتنا لأبنائنا، اللي هي مبدأ التدريب، ومبدأ اللي دائمًا أعوّد نفسي إن أنا على التحمُّل، أدرّب نفسي على الصبر وكظم الغيظ، وأدرّب نفسي على التقافل، كثير من الأشياء اللي نحن هي معينات. يعني إحنا الآن كل واحد مننا إذا هو في رحلة سفر أكيد يعني يكون رتّب أموره ويعمل check in للجواز، هل الجواز يعني صالح المدة والّا لأ، يعني يتأكد من كل الأمور اللي هو راح ياخدها في هذه الرحلة، فما بالكم برحلة التربية، وهي يعني أصعب ما تكون، وهي إنه أنا كيف يكون عندي كل هذه الوسائل الداعمة تكون معينة بالنسبة لي أنا في رحلتي وفي هذه الحياة، وإن كما ذكرنا التربية ليس لها مدة صلاحية معينة، والتربية هي نحن طالما نحن في هذه الحياة الدنيا فلا بد يعني هذا الأمر بما أنه يستمر معانا يعني طول يعني وجودنا في هذه الحياة الدنيا، فبالتالي كيف أعد نفسي؟ هذا الفلاح، هذه الأشياء تحتاج منا نحن نعد نفسنا الإعداد الجيد، ونعد نفسنا بكل الوسائل اللي ذكرناها في الحلقات، جزء منها اللي هي بالاطلاع بالمعرفة، أحيانًا نحن نكون نعطي الأمور أكبر من حجمها، وإحساسنا بالذنب وإحساسنا بعدم رضا ينعكس في أدائنا، وبالتالي يعني بدل ما أكون أنا أصلحته حيكون ما زلت أنا في هذه دائرة الإحساس بالذنب، وهي واحدة من الأشياء اللي فعلًا تؤثر ليس فقط في تربيتنا حتى في الصحة النفسية بالنسبة لنا. فهذه هي كلها جملة النقاط وجملة الوسائل، المراحل والخطوات اللي تعيننا نحن في تربيتنا لأبنائنا، نسأل الله يعني العلي العظيم أن يعيننا في تربيتنا لأبنائنا، وأن يجعلوا كل ما نبذله في تربيتنا لأبنائنا أن يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة وموضوع جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.